السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم الشيخ. طبعا من يومين او ثلاثة كده بدأت مديول البطنة، وده مديول شديد شوية، يعني كميته كبيرة قوي وفترته صغيرة جدا، فعايز أبدأه. وطبعا البطنة ده اي حد في الكلينيكال عامة لو ما ذاكرش حاجة فبيبدأ يذاكر من مديول البطن ده، لان انت في الحياة العملية عامة اللي بيتعب بيجيلك اول حاجة من بطنه وبيشتكي من بطنه، فانت لازم تكون مهتم بالمديول ده علشان نفسك، يعني مش عشان الكلية ولا عشان الامتحان، لا انت بتهتم بيه علشانك انت بعد كده يعني في الحياة العملية. طيب ورايا مذاكرة كتير، تعالوا نذاكر شوية وبعدين نكمل فيديو علشان في كلام مهم قوي 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 لازم تسمعوه. نذاكر شوية وبعد كده نكمل فيديو. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ازيكم؟ كنت بصلي العشاء كده من كام يوم في مسجد اول مرة اصلي فيه، انا كنت رايح اصلي العشاء على اساس اطلع من العشاء اروح الجيم على طول علشان اخلص بدري بدري كده واروح اكمل المذاكره او اشوف اللي ورايا. فلقيت شيخ بعد العشاء على طول داخل يقول كلمه، فانا قلت يعني ما نقعد نسمعه، يعني مش هياخد ربع ساعه ولا بتاع ونكمل بعد كده. فسبحان الله انا ما كنتش ناوي اقعد الصراحه، يعني كنت ناوي اخلص العشاء وامشي على طول عشان اروح الجيم، بس سبحان الله قعدت واسمعه. فقال كلام والله العظيم، يعني كلام جميل قوي وكلام مهم كل واحد يسأل نفسه الكلام ده. فالشيخ ده قال ايه؟ طبعا الشيخ بدأ المقدمة بتاعته وما طولش فيها، وبعدين سأل سؤال مهم جدا. قال لك ايه بقى؟ لو في حريقة في بيتك ومفيش قدامك غير دقيقة واحدة بس والبيت كله يكون رماد قدامك، ما فيش فيه حاجة تاني سليمة جوه، وقدامك الدقيقة دي ان انت تدخل تجيب حاجة من جوه، هتدخل تجيب ايه؟ فكر كده وقول لي ايه اول حاجة تيجي على بالك اللي انت تخش تجيبها؟ هل هتخش تجيب شرابات؟ هتخش تجيب كنكة معرفش كنت بتعمل فيها شاي؟ هتخش تجيب بنطلونين تغير فيهم بعد كده؟ ولا هتخش تجيب ايه؟ طبعا اول حاجة هتفكر فيها الحاجة الثمينة، الحاجة الغالية اللي جوه، ذهب، فلوس، اوراق ملكية، اوراق الارض اللي انت باني عليها، اوراق اراضيك لو انت عندك اراضي. فهتفكر في اول حاجة ما غلا ثمنه وعز علي ان احصل على مثله. تمام؟ فذكر حديث جميل جدا جدا بعد الكلام ده. فقال ايه بقى؟ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع المطر، يفر بدينه من الفتن. خدت لي بالك بقى من يفر بدينه دي؟ يعني اغلى حاجة عنده يا جماعة يفر بدينه. السؤال بقى، هل احنا، انا وانت وكل اللي بيتفرج عليا دلوقتي، هل احنا اغلى حاجة عندنا ديننا؟ طيب احنا هندي مثالين، ومن خلال المثالين دول او الحالتين دول انت تقيم نفسك وتقول هل انت خايف على دينك ولا مش خايف على دينك. المثال الاول او الوقفة الاولى: انه ليس من السهل ان تفرط فيه، يعني مش سهل ان انت تفرط في دينك، مش بالسهل خالص يعني. تمام؟ الوقفة التانية ايه؟ ان انت تنمي فيه او تربيه. فالوقفة الاولى انه ليس من السهل ان تفرط فيه، والوقفة التانية ان انت تنمي وتربي في دينك. طيب نتكلم شوية في الوقفة الاولى اللي هو انه ليس من السهل ان تفرط فيه. هل انت ما بتفرطش فيه بسهولة؟ يعني انت لو دينك غالي عليك هتقعد تفرلي بالساعتين والتلات على الفيسبوك من غير اي فايدة؟ من غير اي فايدة. انت قاعد بتضيع في الوقت، بتقتل في الوقت بمعنى اصح. طيب خلصت الفيس لقيت صحاب رايحين يصلي العشاء، اروح معاهم اصلي العشاء. طلع من العشاء رايحين القهوة، اروح معاهم على القهوة. رايحين يسمعوا ماتش، اروح اسمع الماتش. رايحين الجيم، اقلع باين في خادك وورينا عضلاتك معرفش اروح معاهم. رايحين نلعب كوره، يلا نروح نلعب كوره. رايحين البلاي ستيشن، اديني معاهم. عادي مفيش حاجه غاليه عليا. انا فضلت طول اليوم اصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء في المسجد، جماعه سنن، بعد الصلاه اختم الصلاه والكلام ده كله. طلعت في 10 دقايق كلمت في حق حد، اغتبت حد، الكلام ده طاروا مني عادي، مفيش حاجه غاليه عليا. هكذا النساء برضو، يعني اقلعي اقلعي عادي. بيني شعرك من الطرحه، بيني شعرك من الطرحه. ايه، حطي برفان وامشي، البسي بنطلون، ما عادي
ماشي معاه، مفيش حاجه غاليه عليا. انا مش مستشعر ان انا عندي رصيد حسنات وان ديني اغلى حاجه عندي. المفروض يعني دينك اغلى حاجه عندك. صلاتي اللي انا صليتها في المسجد، الفجر اللي انا فضلت اجاهد في نفسي علشان اصحى واروح اصلي في المسجد جماعه، صفحة المصحف اللي انت قرأتها، القراءة اللي انت كنت بتقرأها في رمضان. يعني في ناس كانت بتقرأ بالخمس والست أجزاء في رمضان، دلوقتي ما بيفتحوش المصحف أصلا ولا بيشوفوه. ما بصيتش لنفسك كده وقلت ايه الانتكاسة اللي انا انتكستها بعد رمضان دي؟ يعني اشمعنى في رمضان بالذات قرأته بعد رمضان؟ يعني ما فيش ولا أكني أصلا كنت بقرأ في رمضان. دي انتكاسة والله. يعني دينك مش غالي عليك، مفيش حاجة غالية عليك، مش باقي على حاجة انت. طب سيبك من الوقفة الأولى، احنا اتكلمنا فيها كتير ومهما نتكلم فيها نلاقي نفسنا مقصرين برضه. ندخل في الوقفة التانية اللي هي هل انت بتزود وتنمي في دينك؟ يعني انت عندك حاجات كتير ناقصاك، يعني انت عندك شوية حاجات، هل انت بتزود عليهم حاجات تانية؟ يعني مثلا انت حافظ جزئين 3 في المصحف، ليه ما تشوفش نفسك مش حافظ الباقي؟ ليه ما تبدأش ان انت تكمل بعد الجزئين دول؟ ليه ما تفتحش المصحف كل يوم وتحط لنفسك ورد يومي عشان تزود حصيلتك من القرآن؟ حافظ 20 حديث، ليه ما بتكملش بعد الاحاديث دي وتشوف لسه في احاديث كتير قوي انت ما قراتهاش؟ انا عارف اركان الصلاه ولا لا؟ يعني معظم اللي بيتفرج عليا مش عارفين اركان الصلاه. طب ما ابحث واشوف اركان الصلاه ايه واحفظهم ال 14 ركن. هل انت تعرف تغسل او تكفن ميت؟ يعني اتزنقنا في يوم مثلا وما لقيناش غيرك، انت الازهري الوحيد اللي فينا، هل لما ناخدك كده هتعرف انت خطوات التغسيل وخطوات التكفين؟ طب ايه طيب؟ مش غالي عليك. انا عايزك كده بعد الفيديو ده على طول دلوقتي تمسك ورقة وقلم وتشوف انت ناقصك ايه، انت عندك ايه وناقصك ايه، تكتب كده واللي عندك تكتب قدامه صح، وبعد كده تكتب تنميه ازاي، ناقصك ايه، وبعد كده تشوف ترتب يومك، ترتب نفسك، ترتب انت عندك ايه وفاضل لك ايه عشان تزوده. راجع على اللي انت نسيته، ثبت اللي عندك دلوقتي عشان ما تنساهوش، جيب حاجات جديدة وحطها في دماغك. يعني ما تقعدش ساكت كده، انت لازم يبقى دينك اغلى ما عندك، لان انت هتيجي يوم القيامه وتقف كده وتتسأل ليه ما عملتش كذا. هتقول ساعتها انا ما كانش في وقت، ما كنتش اقدر، وانت تقدر. يعني انت بتقول ما بقدرش، بس انت فعلا تقدر. اصل ما كنتش فاضي، كنت بروح الكليه، كنت بحضر محاضرات، كنت بذاكر 50 محاضره في اليوم، كنت بذاكر 20 محاضره في اليوم. انت مسمي ان انت كده مشغول، مسمي ان انت كده مش فاضي. والله هو عشان بتذاكر لك محاضرتين 3 في اليوم كده، او بتروح الجيم شويه بتقرا في المصحف صفحتين، انت كده خلاص يومك خلص، ما عادش في فاضي تاني ان انت تزود حاجه تانية. امال بقى لما تتجوز وتشتغل ويبقى عندك عيله وعندك مصاريفك اللي انت لازم تلبيها في اخر الشهر، عندك مسؤوليات كتير قوي، هتعمل ايه بعد كده؟ هتقول ايه؟ انا عايز اموت، مفيش وقت ان انا اخلص ده كله؟ ارجع كده يا ابن الحلال وحاسب نفسك، شوف انت عندك ايه وناقصك ايه علشان تزوده. ربنا معاكم ويعينكم، وما تكسلوش، خلي دينك ده اغلى حاجه عندك. بس كده، ده اللي انا كنت عايز اوصله لكم. كان الشيخ الله يبارك له نبهنا ليه، فجزاه الله عنا خيرا. واتمنى يعني حد يعمل بيه او يتاثر بيه عامه يعني. يلا استنونا في الفلوجات الجايه، سلسله تغيير حياتنا للافضل. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.